السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم رودي من قناة يلا نطبخ مع رودي. النهاردة هعمل معاكم اكلة اقتصادية جدا وموجودة في كل بيت. هعمل معاكم كفتة داوود باشا بس بالعدس. اتمنى وصفة النهاردة تعجبكم وتقولوا لي رأيكم، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف وصفتنا عبارة عن ايه. اول حاجة انا معايا عدس بجبة. دي كانت حوالي كوباية عدس وسلقتها في مية، ولما حسيت ان العدس نفش كده واستوى صفيته بقى من المية كويس، وبعد كده جبت طاسة حطيت فيها الزيت وشوحت بصلاية، يعني يا دوب تتشوح وتدبل، مش عايزينها تاخد لون. وبعد كده بقى بعد ما العدس صفيته من المية كويس جبت الكبة وحطيت العدس فيه. طبعا احنا كلنا اكيد عندنا عدس في البيت، يعني وصفة اقتصادية جدا وحلوة في نفس ذات الوقت. والبصل بعد ما حمرته نزلته على العدس، وحطيت نص كوباية بقسماط. ومعايا بقى خلطة الكفتة دي من الكنور، حلوة جدا وطعمت العدس كده بطعم الكفتة واللحمة، يعني حلوة. وخلطت بقى كل المكونات مع بعض في الكبة، وبعد كده هناخد بقى منها ونكورها ونعملها كور، كور صغيرة كده. وزي ما انتوا شايفين عملت كل الكمية كور. وبعد كده هاجي بقى على البوتاجاز وحطيت زيت في طاسة وهحمر الكفتة. نزلت كل الكمية. اتمنى تجربوها وتقولولي ايه رأيكم في الكومنتات، ان شاء الله تعجبكم. وطبعا وصفة سهلة جدا وبسيطة، وكلنا اكيد عندنا عدس في البيت يعني. وهو بس اللي محتاجة تجيبيه هو خلطة الكفتة والبقسماط. وطبعا برضو لو مش عايز تشتري بقسماط، ممكن رغيف فينو بايت عندك كده ممكن تحطيه في الفرن ويا دوب ينشف، وبعد كده بقى تطحنيه في الكبة او تبشريه هيبقى معاكي ناعم جدا، وده هيبقى بديل البقسماط. بعد ما قليت الكفتة طلعتها، وبعد كده في نفس الطاسة حطيت شوية زيت تاني، وهعمل بقى الصلصة بتاعت الكفتة. الكفتة كدابة كفتة العدس. انا هنا كان معايا كيستين صلصة من كنور، حاجة كنور حلوة الصراحة. وهنا حطيت الصلصة وقعدت اقلب بقى فيها كويس. طبعا لازم نحط الصلصة الاول عشان تطلع منها الريحة الحافظة اللي فيها. انا شوحت الصلصة كويس، وبعد كده هنزل بقى بعصير طماطم. بجد كانت وصفة سهلة وما اخدتش وقت، يعني على طول كده تعمليها وتنجزك في اليوم وتبقى اكلة كده وتعدي اليوم. صراحة يعني ربنا يرحمنا في الغلاء اللي احنا بقينا فيه ده. ربنا يرحمنا برحمته يا رب، ويرزقنا جميعا بإذن الله. وبعد كده حطيت بقى شوية ملح وشوية فلفل اسود، يعني برضو لازم نطعم الصلصة عشان تبقى حلوة. وقلبت كويس. واول ما احس ان الصلصة بتغلي هنزل عليها بقى الكفتة. هنا الصلصة كانت بتغلي، ونزلت بقى كل كمية الكفتة. واقعد بقى اقلب فيها عشان تتشرب كلها من الصلصة. وبس كده، دي كانت وصفتي النهاردة. اتمنى تعجبكم وتقولولي ايه رأيكم فيها. ومتنسينيش بقى تقولي لي رأيك في الكومنتات، ومتنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك مني كل فيديو جديد بنزله. وكانت حلوة، اتمنى تجربوها. القاكم في فيديو جديد تاني. مع السلامة.